في سلسلة مكة قبل الإسلام أو تاريخ مكة قبل الإسلام. في فيديو النهاردة هكلمك عن مين هو اللي حفر بئر زمزم بعد ما تم ردمه كامل في الجاهلية، وإزاي أصلا عرف مكانه. عشان تفهم القصة كاملة وتكون القصة أصلا واضحة بالنسبة لك، في الفيديو اللي فات أنا كلمتك على إن قبيلة جرهم هي اللي تولت أمر مكة وتولت أمر الحجيج، لكن قبيلة خزاعة حبت تاخد منها الشرف ده فهجمت عليها، وبالفعل أخذت منها مكة وتولت هي أمر مكة وأمر الحجيج. وكلمتك برضو على إن قبيلة جرهم عملت حاجة غريبة، إن هي ردمت بئر زمزم وأخفت معالمه خالص، وكل ده عشان قبيلة خزاعة ما تستفادش منه، وكمان ردموا فيه أو رموا فيه السيوف والذهب اللي كانت الناس بتحطها ساعتها، لأنهم كان عندهم أمل إنهم يرجعوا تاني وتكون لهم السيادة على مكة. لكن ده يا سيدي ما حصلش خالص، لأن قبيلة خزاعة فضلت تحكم مكة أكتر من 300 سنة وقيل 500 سنة، لكن قبيلة خزاعة ما قدرش تعرف فين مكان بئر زمزم لأن قبيلة جرهم أخفت معالمه خالص. ومن بعد قبيلة خزاعة جاء قصي بن كلاب اللي هو جد النبي، وقدر إن هو يتولى أمر مكة وتكون ليه السيادة، لكن حال بئر زمزم فضل زي ما هو عليه مردوم ومحدش يعرف مكانه. وفضل يا سيدي حال بئر زمزم مردوم ومحدش يعرف مكانه لغايه ما وصل الزمن لعهد عبد المطلب بن هاشم جد الرسول، وهو اول واحد حفر بئر زمزم بعد ما قبيله جرهم ردمته. طب هو عرف ازاي اصلا زمزم بعد ما عدى عليها قرون، وازاي عرف المكان اللي فيه بئر زمزم؟ شوف يا سيدي، قصه بئر زمزم مع عبد المطلب بدات معاه في المنام، انه هو كان نايم جنب الكعبه فجاله هاتف او شاف رؤيه بتطلب منه انه يحفر طيبه، فسال عبد المطلب وما هي طيبه، فصحي وما عرفش اجابه السؤال بتاعه. لكن تاني يوم نام تاني فجاله نفس الهاتف فطلب منه انه يحفر بره، وعبد المطلب سأل وما هي بره، برضه صحي وما عرفش اجابه السؤال بتاعه. تالت يوم نام جنب الكعبه فجاله نفس الهاتف فطلب منه انه يحفر زمزم، فسأل عبد المطلب وما هي زمزم. لكن في المره دي اللي سأل فيها عبد المطلب عن زمزم بدأ ان هو ياخد العلامات اللي بيها هيعرف فين مكان بئر زمزم، ومن بعدها هيبدأ الحفر. فبدأ الهاتف يا سيدي اللي هو جاله في المنام يديله العلامات اللي بيها هيعرف فين مكان بئر زمزم، فقال له احفر زمزم بين الفرس والدم عند نقرة الغراب الأعصم في قرية النمل. طبعا دي مش علامات بالنسبة لنا، دي شفرات محتاجة حد يفكها. المهم صحي عبد المطلب ومشى عبد المطلب شوية، وفي الآخر قاعد جنب المسجد الحرام وفضل إن هو يفكر في العلامات أو الآيات اللي هي معاه، وإزاي هيعرف من خلال العلامات دي فين مكان بئر زمزم. لكن يا سيدي كان في جماعة جنب الكعبة كانوا بيذبحوا بقرة، فجريت منهم اللي هي اتذبحت لكن لسه ما ماتتش، فضلت تجري منهم لغاية ما وصلت المكان اللي هو فيه بئر زمزم. فجوا أصحابها كملوا الذبح وأخذوا اللحم بتاعها، وكل ده وعبد المطلب قاعد بيتفرج على المنظر ده. ومن بعد المشهد ده يا سيدي جه غراب في المكان اللي اتذبحت فيه البقرة، ففضل ياكل في الفرس اللي طلع من البقر، والفرس ده يا سيدي اللي هو الروس اللي موجود في الكرشة اللي طلع من الذبيحة. وبكده يكون دي العلامة الثانية بالنسبة لعبد المطلب. بدأ عبد المطلب يدور على قرية النمل اللي هي العلامة الثالثة، وبالفعل وجد قرية النمل وتأكد ان هو ده المكان اللي فيه بئر زمزم. وتاني يوم يا سيدي جاب ابن الحارس اللي هو ما كانش عنده غيره، وبدأوا هما الاثنين يحفروا في مكان بئر زمزم، لكن قريش ما كانتش عايزاهم ان هم يحفروا، ولذلك عبد المطلب تعرض لإيذاء من قريش بسبب الحفر ده، ولدرجة ان هو نادر ان هو لو خلف 10 ابناء او ربنا كرمه ان هو يخلف 10 ابناء هيذبح واحد منهم بسبب التعب والإيذاء اللي شافه من قريش أثناء الحفر. ولما بدأ عبد المطلب إن هو يتعمق في مكان الحفر بدأ إن هو يلاقي سيوف وذهب من الحاجات اللي كانت سايباها قبيلة جرهم قبل ما تردم على بئر زمزم. وقريش لما شافت الحاجات دي طلبوا إن هم ياخدوها، لكن عبد المطلب قال لهم إن السيوف دي ملك لبيت الله الحرام. ولما وصل عبد المطلب للماء طلبوا منه إن هم يشاركوه في البئر، على أساس إن هو بئر جدهم إسماعيل، والمفروض إن هم شركاء معاه في القصة دي. فعبد المطلب رفض ان هم يكونوا معاه شركاء في بئر زمزم، وقال لهم ان دي حاجه انا اختصت بيها من دونكم. فهم قالوا له مش هنسيبك الا لازم نحتكم في القصه دي، فقال لهم اختاروا اي حكم يحكم بيني وما بينكم. وبالفعل يا سيدي قريش اختارت كاهنه بني سعد ان هي تكون الحكم، ودي كانت موجوده في الشام. عبد المطلب اخذ بعض من الرجال من بيته، وقريش اخذت واحد من كل بيت من بيوت قريش او من كل بطن من بطون قريش وسافروا. لكن في الطريق حصلت معاهم حاجه مش متوقعه خالص، والحاجة دي يا سيدي ان عبد المطلب والناس اللي معاه وهم ماشيين في الطريق خلصت المية اللي معاهم، لدرجة انهم وصلوا خلاص لمرحلة الهلاك. طلبوا من قريش ان هم يدوهم مية فرفضت قريش، فقرر عبد المطلب والناس اللي معاه ان هو كل واحد فيهم يحفر حفرة بحيث ان لما اي حد يموت منهم يرموه في الحفرة دي ويغطوا عليه لغاية اخر واحد. فضلوا منتظرين الموت بسبب العطش اللي هم فيه، لكن عبد المطلب قرر ان هو يكمل المشي بحيث انه ممكن ربنا يكرمه ويلاقي اي ميه.
واثناء يا سيدي ما جه يركب الراحله بتاعته انفجرت عين ميه عذبه، شرب منها هو وشرب الرجال اللي معاه، وكمان نادى على قريش عشان يشربوا منها. فقريش من بعد القصه دي قالوا له خلاص احنا مش هنتخاصم ولا هنتنازع معاك تاني في اي حاجه، لان اللي سقاك وانت في الصحراء اكيد هو اللي سقاك بئر زمزم. ورجعوا وما راحوش للكاهنه. والمسافه بالظبط يا سيدي الموجود فيها بئر زمزم في الحرم، بئر زمزم موجود على مسافه 21 متر شرق الكعبه، ويبلغ عمق بئر زمزم 30 متر. وبكده يا سيدي يكون خلصنا فيديو النهارده. واللي عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.